هذا التاريخ الهجري نعرف به عباداتنا ونعرف به ديننا. إذا تنكرنا للتاريخ الهجري فكيف نعرف الأيام البيض التي يسن صيامها، وهي 13 و14 و15 من كل شهر هجري؟ إذا تنكرنا للتاريخ الهجري كيف سنعرف 10 من شهر محرم؟ هو لم يقل 10 يناير أو 10 فبراير، إنما 10 من شهر الله المحرم. إذا تنكرنا للتاريخ الهجري وغفلنا عنه ولم نعد نؤرخ به في كتبنا ولا في أجهزتنا ولا في هواتفنا وتركنا التاريخ الهجري جانبا، كيف سنعرف يوم عاشوراء لنصومه؟ وكيف سنعرف يوم عاشوراء الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك الله تعالى فرعون وقومه؟ كيف سنعرف دخول شهر رمضان إلا بالتاريخ الهجري؟ كيف سنعرف يوم عيد الفطر إلا بالتاريخ الهجري؟ كيف ستضبط المرأة عدتها المتوفى عنها زوجها أن تتربص بنفسها 4 أشهر و10 أيام؟ هي لا تحسبها بالتاريخ الميلادي، كلا، إنما تحسبها بالأيام الهجرية. كيف ستضبطها إذا لم نكن نعلم التاريخ الهجري؟ إذا ضيعنا التاريخ الهجري ستصبح الأجيال التي تأتي بعدنا تفتح تاريخ ابن كثير فيقول ابن كثير وفي السنة 7 للهجرة، وفي سنة 700 للهجرة، وفي سنة 600 للهجرة، ويبدأ الجيل ينظر وكأنه يقرأ تاريخا هنديا أو صينيا لا يدري ما هي 600 للهجرة ولا 700 للهجرة. نتنكر للتاريخ. يقرأ أجيالنا القادمة بعد ذلك الكامل لابن الأثير أو تاريخ الطبري فلا يدرون عن تاريخ الإسلام أصلا لأنهم نسوا التاريخ الهجري. وهذه من أعظم العواقب التي تضيع بها الأمة تاريخها إذا نسيت التاريخ الهجري واعتمدت الميلادي. لا بأس لو احتاج الإنسان أن يكتب الهجرية وبجانبه الميلادي فلا بأس. دع الناس يرون دائما الهجرة ويتذكرون هجرة سيدهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما أن تلغي التاريخ الهجري تماما فهذا حرام.